السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنقول لك على تشكيل منتخب مصر أمام المنتخب الأسترالي والقنوات الناقلة المجانية والمعلقين بإذن الله على القنوات التانية بس مش المجانية اللي هي الرسمية. إن شاء الله قبل ما نقول لك تشكيل منتخب مصر أمام منتخب أستراليا هقول لك في خبر بس سمعته، خبر ما عجبنيش، اللي هو اللاعب هيثم حسن لاعب منتخب مصر. عرفنا اللي هو مسح صور أو بقميص منتخب مصر من على الانستجرام، وطبعا حصل جلسه بينه وبين اللاعب الكابتن محمد صلاح، واتكلم معاه اللي هو عدم ظهار ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي عشان خاطر المنتخب. وكمان قال له الموضوع مشاركه اللاعب طبعا في ايد الجهاز الفني اللي هو الكابتن حسام حسن، وقال له اصبر ممكن تشارك. فطبعا اتمنى طبعا من الكابتن حسام حسن اللي هو يخلي هيثم حسن يشارك حتى لو جزء بسيط من المباراه الجايه، مباراه استراليا. هو لاعب كبير، لاعب بيلعب في ريال وفي ايد الاسباني، ولاعب محترف وجايبينه. فاتمنى من كابتن حسام حسن اللي احنا نشوفوه في مباراه في كاس العالم انه يلعب مكان محمد صلاح. يعني حتى لو كابتن محمد صلاح حصل له تغيير ممكن يلعب مكانه وهو بيلعب جناح ايمن. فاتمنى اللي هو الكابتن حسام حسن يبص لهيثم حسن، وطبعا هو الراي الاول والاخير طبعا للكابتن حسام حسن وهو اللي شايفه، هو طبعا اللي هيعمله. بس انا بتمنى، يعني انا بقول انا بتمنى اللي هو كابتن حسام حسن يديله فرصه في المباراه الجايه اللي هي مباراه استراليا. هقول لك على تشكيل منتخب مصر باذن الله. تشكيل منتخب مصر في حراسه المرمى هيبقى مصطفى شوبير ولا غبار عليه. مصطفى شوبير نجم من نجوم كاس العالم ونجم من نجوم منتخب مصر يا جماعه. هيبقى أربعة في خط الدفاع، هيلعب رامي ربيعة وياسر إبراهيم، وطبعا محمد عبد المنعم ربنا يشفيه اتصاب مستبعد من مباراة أستراليا خالص يا جماعة. فهو هيلعب برامي ربيعة وياسر إبراهيم. هيلعب في اليمين محمد هاني اللي برضه أنا شايفه من نجوم منتخب مصر في كأس العالم، بجد أثبت. وطبعا في من جماهير الأهلي كتير اتكلمت من بداية قبل كأس العالم اللي محمد هاني حتى هو في الاهلي بيتكلم لو مستواه مش حلو، لا مستواه اثبت محمد هاني في كاس العالم اللي هو مستواه عالي وعلى قد المسؤوليه ويقدر يلاعب اي منتخب. بجد محمد هاني مأدي اداء رائع جدا ومحتفظ في مكانه، مفيش بديل له، حتى البديل ما بيعرفش يغطي مكانه بجد. فمحمد هاني اثبت اللي هو لاعب كبير. هيبقى على الشمال كريم حافظ، طبعا كابتن كريم حافظ هيلعب على الشمال مكان احمد فتوح. احمد فتوح يا جماعه اتصاب وربنا يشفيه طبعا، ويعني 90% احمد فتوح خلاص مش هيلعب في كاس العالم حتى لو كملنا طبعا، وربنا يشفيه احمد فتوح. وطبعا خساره كبيره لمنتخب مصر، احمد فتوح من نجوم برضه منتخب مصر وربنا يشفيه. ثلاثة خط الوسط هيلعب امام عاشور طبعا، مش إمام عشان اقول امام عاشور الاول انا اقوله مروان عطيه، برضو نجم مروان عطيه في نص الملعب، برضو من اللعيبه اللي منتخب مصر ما يقدرش يستغنوا عنه. هيبقى جنبه محمود صابر. محمود صابر هيلعب طبعا بسبب غياب برضو مهند لاشين طبعا بسبب تراكم الانذارات مش هيلعب في مباراة استراليا، ودي طبعا اللي اعلنه الفيفا اللي هو خلاص مش هيلعب في مباراة استراليا. فهيبقى في نص الملعب هيبقى محمود صابر، وطبعا محمود صابر لعب الماتش اللي فات وجاب هدف في منتخب ايران. فهو هيلعب مع محمود صابر جنب مروان عطية، وقدامهم امام عاشور. برضو امام عاشور من نجوم منتخب مصر، برضو لاعب في نص الملعب تحركه روعة 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 جدا. هيبقى ثلاثة قدام، هيبقى في اليمين النجم محمد صلاح لاعب كبير ولاعب ليفربول السابق، طبعا لا غبار عليه كابتن محمد صلاح. وهيبقى في الشمال عمر مرموش رجع طبعا، ما بدأش المباراة اللي فاتت، هيبدأ المباراة دي. فيا ريت نشوف عمر مرموش اللي احنا نعرفه. عمر مرموش لغايه دلوقتي ما اداش الاداء اللي احنا نعرفه عن عمر مرموش في كاس العالم. فاتمنى عمر مرموش يحاول يبص للعيبه زمايله شويه. والله عمر مرموش لو لعب يعمل اداء رائع. وهيبقى في الهجوم هيبقى مصطفى زيكو عنده حاجات كتيره وعايز يطلعها، فان شاء الله مصطفى زيكو طبعا
لاعب كبير واثبت نفسه مع المنتخب المصري، وباذن الله مصطفى زيكو يعمل حاجه في مباراه استراليا. يا جماعه استراليا مش قويه جدا اللي احنا متصورينها. استراليا احنا في التصنيف ال 26 وهم في التصنيف ال 28، احنا اعلى منهم في التصنيف الفيفا. وكمان احنا واجهناهم مرتين، مباراه تعدوا معانا ويفازوا علينا بالضربات جزاء، والمباراه الثانيه اللي هي في 2010 كان كابتن حسن شحاته مدرب المنتخب وفزنا عليهم 3-0. استراليا مش قويه للدرجه اللي احنا بنقولها، في يعني زي ما اقول زيه زي المنتخب الايراني كمان. يعني منتخب استراليا ضعيف والله. منتخب مصر يقدر يفوز، وممكن كمان لو يفوز على استراليا وكمان يفوز على الارجنتين. الارجنتين يا جماعه ما عادش الارجنتين اللي احنا الارجنتين بتاعت زمان. الارجنتين ما فيهاش الا ميسي، وميسي لو لعب في نص الملعب واحد في نص الملعب زي حمدي فتحي مسكه والله ما هيعرف يعمل حاجه. انا عارف كله ممكن يتريق اللي هو بس ميسي مش زي الاول يا جماعه. لاعب بيتكلم في 40 سنه ما عادش زي الاول، مش هيديك اللي انت كنت بتديه زمان. فان شاء الله منتخب مصر انا متوقع اللي يفوز على استراليا ويقابل الارجنتين ويفوز على الارجنتين. احنا ما كناش متوقعين المغرب في كاس العالم اللي فات يوصل لقبل النهائي. ليه منتخب مصر ما يعملش زي المغرب؟ وباذن الله هيعمل وهيعدي باذن الله، وكل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله. اما بالنسبه للقنوات الناقله في قناتين مجانيتين، وكمان هنزلهم لك كمان على شمالي كده شوفهم بالترددات. القناه الاولى هي على قمر عرب سات، هي قناه اسمها بين سبورت فيفا وورلد كاب. تمام. التردد بتاعها 10850. الاستقطاب عمودي في الترميز 27500. دي على قمر عرب سات. اما القناه الثانيه على نايل سات، وهي نفس القناه برضو زيها اللي هي بين سبورت فيفا وورلد. التردد بتاعتها 12245. الاستقطاب عمودي في الترميز 27500. هيبقى معلق المباريات هيبقى محمد علي وعلي سعيد الكعبي. وكل التوفيق لمنتخب مصر بإذن الله.